ما يمكنش لك أبدا تحل معادلة رياضية انطلاقا من نص ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، هذه حلقة أخرى في متابعة المدعو أحمد عصيد في ما يظهره من حقده على الإسلام والمسلمين، ويدعي أن الإسلام لم يأتي بأي خير للإنسانية. من أقبح موانع التطور الثقافي وجود الكذابين في الأمة والمدلسين. مرارا قلت لكم إن أحمد عصيد وجماعته لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا يدلسون. كنت بينت لكم واحد المغالطة يستعملها أحمد عصيد في الحلقة الماضية، وهي مغالطة تعميم الحكم الخاص. اليوم أتحدث عن مغالطة أخرى يستعملها أحمد عصيد كثيرا هو والزملاء دياله، وهي مغالطة رجل القش. شنو معنى مغالطة رجل القش؟ معناها أن الخصم ديالك ينسب إليك كلاما أو فكرة، ثم يجتهد في ردها ودحضها وإظهار ضعفها ليظهر هو منتصرا أمام نفسه وأمام الناس. وهذه حالة نفسية ترجع إلى الإحساس بالضعف وعدم التمكن من الرد على الخصم بطريقة عقلية صحيحة، فهي حيلة العاجز. أثار أحمد عصيد واحد المسألة طريفة وهي جديرة بالمتابعة، وهي: هل كان للدين الإسلامي أي أثر في تطوير العلوم البحتة لكسمها هو الدقيقة في تاريخ المسلمين؟ أحمد عصيد الحمد لله يعترف أنه كان للمسلمين دور كبير، وإن احتقره أحيانا أحمد عصيد، في تطوير العلوم البحتة، الرياضيات والفلك والطب والهندسة وغير ذلك، لكنه يزعم أن هذا الدين لم يكن له أي أثر. لكن المغالطة التي ارتكبها أحمد عصيد هو أنه قدم الأمر بصورة على غير حقيقتها. كيقولوا فكرة أخرى حتى هي مفتعلة وحتى هي مفبركة وماشي صحيحة من الناحية العلمية، وهي أن الازدهار ديال العلوم عند المسلمين في القرون الأولى ديال تاريخ الحضارة الإسلامية كان بفضل اعتماد الدين مرجعية شاملة في الدولة والمجتمع، وأن مشاهير علماء المسلمين اللي برعوا في الرياضيات والطبيعيات والفلك وغيرها إنما نجحوا بفضل الانطلاق ديالهم من الدين الإسلامي. والحقيقة أن هذه الفكرة ما كانتش إلا واحد الموقف إيديولوجي، الهدف ديالو الدعاية الدينية والدعاية ديال الإسلام السياسي، ولكنها ماشي للأسف فكرة صحيحة، لأنه ما كاينش شي علوم دقيقة بحال الرياضيات والطبيعيات والهندسة والطب اللي خارجة من شي دين كيف ما بغى يكون. هذه علوم عندها منطق ديالها وقواعد ديالها، ولا علاقة لها بأي دين من قريب أو بعيد. ما يمكنش لك أبدا تحل معادلة رياضية انطلاقا من نص ديني، وما يمكنش لك أبدا تفسر ظاهرة بحال البراكين أو الزلازل أو تعاقب الفصول أو انتشار الأمراض أو أي ظاهرة علمية من ظواهر الطبيعة والكون انطلاقا من نص ديني. دابا خلاصة ديال هذا الشيء كنستنتجوا من هذا الشيء اللي قلناه بأن العلوم الدقيقة ما كانتش اختراع ديال المسلمين، وما كانش المنطلق ديالها هو الدين أو النصوص الدينية. هذا كلام لا معنى له. هو صور على أن الخصم دياله يعني المسلمين يزعمون أن هذه العلوم البحتة تستخرج من نصوص الشريعة الإسلامية، أي من القرآن والسنة. ثم كيبدا يرد على هذا الزعم اللي هو نسبه إلى خصمه وهو غير موجود، فيدحضه ويجعله مخالفا للعقل والواقع. احنا أصلا لم ندعي ذلك، بل نحن موافقون على أن القرآن والسنة ماشي الدور ديالهم إعطائنا القوانين الرياضية والفيزيائية، ولكن إذا عرض الأمر بصورة مختلفة غيتبين لكم وجه المغالطة لأحمد عصيد. مغالطة مكشوفة، الكذب بالشعر. السؤال الذي ينبغي أن يطرح والذي لا يعجب أحمد عصيد وهو: هل كان للدين أثر في تطوير العلوم البحتة على يد علماء المسلمين؟ تتبعت أنا هذا الأمر هذا، وقفت على 8 ديال الأوجه التي تؤكد أن هذا الدين الإسلام كان له الأثر الكبير
في تطوير العلوم البحتة إلى الصورة التي يعرفها الباحثون. وإن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة سأتحدث على هذا الأمر بتفصيل، وأبين لكم في ذلك المقطع إن شاء الله كيف كان أحمد عصيد يحقر دور المسلمين في تطوير العلوم البحتة. أول هذه الوجوه أن الفلسفة كما يقول ابن رشد الفيلسوف، وهذه ما يقدرش أحمد عصيد يرد بطبيعة الحال ولا يكون مجنون. ابن رشد يقول في كتابه فصل المقال إن الفلسفة وهي النظر في الموجودات إنما المقصود منها الوصول إلى معرفة الخالق جل وعلا سبحانه والتعرف على صفاته. كان ابن رشد ومعه الكندي حريصين على أن يظهروا أن الفلسفة إنما توصل إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأنها طريق لدحض مزاعم الملاحدة وفضحهم. سمعت يا أحمد عصيد؟ الوجه الثاني، وهذا مهم جدا ولطيف، هو أن علماء المسلمين فهموا من كتاب الله تبارك وتعالى أن الموجودات والمخلوقات كلها مسخرات من الله تبارك وتعالى للإنسان، والآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة ينبه الله عز وجل على أن هذه المخلوقات مسخرات للإنسان، هذا المكلف العاقل. ولذلك دفع علماء العلوم البحتة إلى البحث عن أسرار الكون وقوانينه حتى يتعرفوا على الطريقة المثلى لتسخيرها كما أراد الله تعالى. شوف الدافع أحمد عصيد، الدافع من كتاب الله تعالى. غير المسلمين ليس عندهم هذا الدافع. الوجه الثالث وهو يكذب دعوى أحمد عصيد. العلوم الشرعية كانت كتعتبر شريفة ديال الآخرة، العلوم العقلية كانت كتعتبر مادية وغير ديال الدنيا، والأخرى كانت كتعتبر فيها أجر عظيم عند الله، الأخرى لا. الخوارزمي صاحب كتاب الجبر والمقابلة الذي تنسب إليه الخوارزميات للوغاريتم، في كتابه الجبر والمقابلة يؤكد على أن الدافع أو من دوافع النظر في أسرار الكون والبحث في قوانين الرياضيات القصد إلى تحصيل الأجر من الله تبارك وتعالى. الخوارزمي كيبغي قلنا بأن مما يدفع إلى مزيد تطوير وبحث وحرص على تقديم هذه العلوم بصورة أرقى هو الرغبة في الأجر عند الله تبارك وتعالى. شوف سبحان الله، سمعت يا أحمد عصيد؟ يريدون الأجر من الله، أليس هذا أثرا دينيا؟ الوجه الرابع، وهذا غيعجبكم بزاف، المواريث الإخوان من الأمور التي يريد أن يبدلها هؤلاء. لكن انتبهوا الآن إلى ما سيقوله الخوارزمي. يقول الخوارزمي: ألفت من كتاب الجبر والمقابلة كتابا مختصرا حاصرا للطيف الحساب وجليله لما يلزم الناس من الحاجة إليه في مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم وتجاراتهم. إذا لاحظوا أن الخوارزمي يخبرنا أن مما دفعه إلى كتابة هذا الكتاب وما فيه وما احتواه من التفاصيل الدقيقة كان الدافع إليه مع الحاجة الدنيوية هو مزيد تمكين المسلمين من معرفة أحكام المواريث والوصايا. يا أحمد عصيد ومعك ثلتك. يعني بعبارة أخرى سنقول إن مما أنتج علم الخوارزميات الحرص على تمكين المسلمين من معرفة وتطبيق أمثل لعلم المواريث التي تسعون إلى إزالتها كانت هي من أسباب تطوير علم الحساب عند المسلمين. شتوا الإخوان والأخوات كيف يكون التدليس، أو كيف يكون متكلم بجهل، أو كيف يكون كلام من لا يقرأ. أنا قلت لكم لا يقرؤون، فإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا يدلسون. الوجه الخامس أن بعض العبادات كان لها الدور الكبير في نشر هذه العلوم البحتة في بلاد المسلمين. إذن حينما يزعم أحمد عصيد أن المسلمين لا يعيرون اهتماما للعلوم البحتة الدنيوية يكون هذا كذبا وافتراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أنتم أعلم بأمور دنياكم، ففتح الباب أمام البحث العلمي لاستخراج القوانين
وتمكين الإنسان من تسخير هذه الموجودات أحسن تسخير، وللاستعانة بها على تحقيق عمارة الأرض كما أمر الله تعالى وعبادته كما أراد. الوجه السادس اللغة العربية، وهي لغة القرآن الكريم ولغة الإسلام. يقول صاحب كتاب تاريخ العلم: العربية كان لها دور كبير في انتشار هذه العلوم ومعارفها بطريقة سهلة وسلسة، لأنها لغة دول الإسلام، بل لغة المسلمين جميعا، وإن اختلفوا في اللغات المحلية القومية، لكن لغة العلم كانت هي العربية. اليوم إذا أنتج منتج معرفة في بريطانيا يحتاج الفرنسي إلى ترجمتها، وإذا أنتجها فرنسي يحتاج الإسباني إلى ترجمتها، وهكذا. أما نحن فمن كتب كتابا في العلم باللغة العربية ذيك الوقت، للأسف الآن هذا الأمر هذا غير موجود. لو كان كتب كتابا في الجبر والمقابلة كما فعل الخوارزمي، لو ألفه في خوارزم سيصل هذا الكتاب إلى الأندلس فيقرأ ويفهم سريعا، لأنه بالعربية وهي لغتنا المشتركة. الوجه السابع وهو مهم، هو أن علوم الشريعة معروفة بالصرامة العقلية، وكان لذلك الأثر في انتقال هذه الصرامة والدقة إلى مناهج العلوم البحتة عند المسلمين، فكانت صرامتهم فيها كصرامتهم في العلوم الشرعية. الوجه الثامن وهو مهم، وهو النزاهة العقلية. نقول احنا هذا هو الجانب الأخلاقي. شوفوا الآن العلوم البحتة حينما أزيلت منها الأخلاق ماذا أنتجت؟ أنتجت الحروب والسلاح القاتل المدمر والقنبلة النووية، وأنتجت شركات جشعة تبيع الدواء بالثمن الباهظ استغلالا لمعاناة الناس. أنا احتججت الآن على أحمد عصيد بابن رشد، بالكندي، بالخوارزمي، بابن البيطار، ولو أردت التطويل وليس هذا من مقاصد هذا المقطع لا أتيتكم بالعجائب. هؤلاء لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا يدلسون. أنا لازلت متابعا لهذا الرجل أحمد عصيد في تشويشاته وتدليساته وكذباته، أفضحه مرة تلو المرة. في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى أبين لكم حقيقة كذبة أخرى لأحمد عصيد على الإسلام والمسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.